اهلا وسهلا بالمتتبع الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنحضروا حريشة صغارين اقتصاديين سهلين في التحضير. قبل ما نبدا في الوصفه كنعتذر على التاخير، ما بقيتش كنزل الفيديوهات يعني بكثره نظرا للظروف، ما عنديش الوقت باش ننزل الفيديو. وصافي البنات، هنا غادي نبداو بالحرشه ان شاء الله يا ربي. غنحاول يعني ننزلكم بعض الفيديوهات واخا ماشي كتار، المهم مره ننزلكم شي فيديو. هنا غادي نحضروا الحرشه. يمكن نعملوا حرشه كبيره، يمكن نعملوهم على هذا الشكل حريشات صغارين. وصافي هنا غادي نبداو في الوصفه اليوم. بالنسبه للسميد ديال الحرشه انا استعملت السميد المتوسط. صافي هنا غادي نعمل يعني 2 زلايف ديال السميده، غنزيد عليهم واحد النص ديال الخميره ديال الحلوى، ملح حسب الرغبه، واللي بغات تزيد واحد ملعقه صغيره السكر تزيدها، بغات تتحمر مزيان. صافي غادي كنخلط هادوما يعني المقادير الناشفين، نحركهم مزيان. انا بقيت هنا ديك الخميره اللي ما غربلتهاش هي اللي عطلتني، احسن غربلوها. صافي هنا غادي نزيد نص كاس ديال الزيت نباتيه، زيت المائده. صافي نحاولوا ندخلوا داك الزيت في السميد ديالنا بلا ما ندلكو، يعني غير كنخلطوا، يعني السميد اللي عندنا كامله تشرب الزيت، يعني السميده كامله تبلل بالزيت. نستمر بهذه الطريقه حتى تنخلطوا هذاك السميد كامل يتشرب لينا الزيت. صافي البنات بحال اللي كتشوفوا في الفيديو، يعني ما كان يعني غير كنخلطوا بلا ما كنعجنوهاش، كنحاولوا غير ندخلوا الزيت في السميد بهذه الطريقه. صافي هنا لقيتو شي خميره بقات مكوره غادي نطلقتها. صافي بهذه الطريقه. دابا غادي نزيد هنا، غنعمل الماء عادي، عندي كاس ديال الماء. انا كنخلطو بلا ما كنعجنو، يعني عيب رؤوس الاصابع كنخلطو عينا ميزاننا، نحاولوا يعني داك السميد كامل يتشرب الماء كامل، يتبلل ويفزك بهذه الطريقه. انا مازال غادي نزيد شويه ديال الماء. هنا عملنا الكاس الاول، انا زدت واحد نص كاس، غنزيدو بالتدريج. كنستمر بنفس الطريقه، ما كنعجنوش يا البنات، غير كنخلطو. كنزيد الماء شويه، لقيت الجيه اللي كنلقاها يعني مازال ما وصل ليهاش الماء. صافي كنزيدو داك الماء باش الحرشه يعني السميد كيتشرب وكيرطب. صافي هنا استعملت كاس ونص ديال الماء. الكاس هذا كبير ديال الشرب، كاس ونص ديال الماء. صافي هنا نخليها بصافي الطريقه راه الحرشه واجده. كملنا فيها الزيت مائده وشويه الملحه وشويه الخميره الحلوى لا غير. صافي هنا غادي نخليها كترتاح واحد ربع ساعه تقريبا، وندوزو باش نوجدو المقله. عملناها تسخن، المقله ديال اللي غادي نطيب فيها الحرشه، خليتها تسخن مزيان فوق النار. هنا عندي هذه ديال الحرشه كتباع عند اللي كيبيعوا لوازم الحلويات. الا ما عندكش هذيك يمكن تستعمل، يمكن لك تستعمل الغطاء ديال شي غطاء عندك، يعني ما كتحتاجوش. دابا نوريكم الطريقه ديالو، عندي هنايا في الفيديو حتى هذا كينفع. يعني هذا يعني هذه الدائره بالغطاء ديالها يعني كتسهل الخدمه، يعني كتشكلو دغيا. وحتى داك الغلاقه يعني الغطاء ديال شي حاجه يعني كنا استعملناها بحال هذه اللي عندي انا نوريكم دابا. هذه ديال مثلا هاد الغطاء اللي بقى لي من نوتيلا مثلا او النوسيجا، المهم اي غطاء دائري يمكن لكم تستعملوه بهذه الطريقه. كنعملوا فيه شويه ديال السميد
وكنعملوا الحرشه اللي يعني اللي عندنا، الخليط اللي عندنا موجد بهذه الطريقه. صافي كنعملوه في المقله ديال الطياب بهذه الطريقه اللي كتشوفوا، يعني حتى هي كتعطينا نفس النتيجه. ماشي ضروري يكون عندك داك القرص اللي كيتباع، حتى هو حتى هذه تبقى ديال الغرض. يعني بالنسبه لي اخواتي ساكنين في اوروبا بعادين ما عندهمش مين يشريوها. صافي بهذه الطريقه غنستمر حتى نكمل جميع الحرشه اللي عندي. وصافي البنات هنا يعني كنقلبوا اللي عملناهم في الاول وكنستمروا بهذه الطريقه، يعني حتى كنعمر هذيك المقله كامله. في هنا غادي نستمر بحال اللي قلت لكم بهذه الطريقه. وصافي الحرشه ديالنا سهله مهله ما فيهاش شي يعني واحد التعب، ناجحه 100%. كتجي ملي كطيب يعني كنحلوها من الوسط، دهنوها باش ما بغينا، وكتجي مقرمشه، كتجي يا سلام. نتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم، واللي اول مره كتشوف قناه ملك بصماتي يعني اضغط على زر الاشتراك باش يوصلك الجديد ديال الفيديوهات اللي كنحط، وخلي لي البصمه ديالك او الاعجاب طبعا الى عجبك الفيديو. وصافي البنات بحال اللي قلت لكم يعني الحرشه سهله مهله. كتجي يعني صراحه يعني حاجه ديال الدار ديال يدك، تعرف شنو كليتي، ولذيذه سهله. صافي البنات الى هنا كينتهي الفيديو ديالي، كنقول لكم بالصحه والراحه. نتمنى تعجبكم الوصفه اليوم. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه في فيديو قادم ان شاء الله.